السلام عليكم شباب الاتحاد. اليوم راح نحكي على حساس الماب سنسور اللي هو مسؤول على ضغط الهواء ومسؤول على خلط او ارسال قيم خلط الهواء للوقود للمحرك، اللي هو طبعا هاي اللي تتم من خلالها عملية الاحتراق، اللي هو هواء زائد وقود زائد شرارة. هذا الحساس اذا صار بمشكلة راح يسوي تأخير بالشرارة أو القدح، فيصير عندنا حالة الدواز، خاصة يعني إذا كان سببها مو البنزين، سوء البنزين اللي يعني إذا حط بنزين تمام وتلاحظ عندك دواز، هذا الحساس يكون وسخ أو بمشكلة. وطبعا احنا ما شاء الله بنزيننا يعني إذا لاحظتوا شفتوا الجويتر من نظفناه شنو يطلع من عنده ضيم وبلاوي. هذا الحساس يكون مربوط بعد الجويتر بالضبط، يعني هاي اذا تشوفونها هاي مكان البرغي ماله، وهذا مكان الحساس اللي هو يدخل هنا. هذا يصير بعد الجويتر، اللي هو الهواء يدخل من الشوته يسحب المحرك يوصل للجويتر يعبر على هذا الحساس، فهو يتحسس الهواء اللي داخل المحرك، يتحسس فتحة الجويتر شقد انت يعني دست على السكليتر تريد تسارع اكثر، فهو يرسل قراءات للعقل مال السيارة تزيد خلط الهواء بالنسبة للبنزين اللي انضخ زيادة، فحتى ما يصير عندنا الواز، وبنفس الوقت ما يصير عندنا دخان بالاكزوز، دخان اسود. هذا الدخان الاسود سببه عدم خلط الهواء بشكل صحيح او سليم ويا البنزين. فهذا الحساس اذا اريد نفتحه، طبعا اول شيء نفتح راس الباتري البارد، يعني طبعا هذا الحساس حتى والسيارة مطفية يعني يوصل ل 5 فولت حتى يتحسس ضغط الهواء قبل التشغيل اصلا. وهذا الحساس مربوط ببرغي واحد اللي هو قياس 10. هذا البرغي ماله طبعا ورا فتح راس الباتري نفتح البرغي ونفصل الفيشة مالته اللي هي اذا تشوفونها لونها برتقالي، نفتح البرغي ماله ونطلع الحساس. الحساس فيه شلون الربلة الخضراء هاي اذا تشوفونها، هاي الربلة حتى ما يصير ليك او تسريب للهواء. هذا الحساس اذا نريد ننظفه لازم ننظفه بمادة خالية من الدهون، ما بها اي زيت، يعني اللي نستخدمها مثلا بتنظيف الالكترونيات. فاذا تشوفون تلاحظون وياي هذا اللي راح استخدمه انا، منظف الالكترونيات سبراي، موجود بمحلات الكماليات، سعره تقريبا 1500 اذا تلاحظون. فهو يعني سريع التبخر، ما بي اي زيوت، نستخدمه لتنظيف الدقم مال الكنترول مال الباب مال المسجل مال اي شيء الكتروني. فهذا ننظف به. طبعا انا الشمس اذتني التصوير ما جاي يطلع واضح. نبخ عليه ننظفه. واكو طبعا منظفات خاصة موجودة للماب سنسور، موجودة اعتقد لوكمولي، إذا حصلتوها كان به، ما حصلتوها هذا المنظف مال الإلكترونيات موجود. هذا بالسيارات اللي ماشي فوق 10,000 كيلو يحتاج تنظيف طبعا مثل الجويتر، يعني إذا نظفت الجويتر فيفضل إنه أنت تنظف وياه هذا الحساس حتى تضمن إنه نسب خلط صحيحة تصير للهواء والوقود. وبعد ما ينشف تماما نرجع نربط الحساس بمكانه نثبته، ما يقبل غلط طبعا لان البرغي ماله برغي واحد راح يقعد بمكانه. وركب الفيشة مالته ونرجع نوصل الباتري زين ونشغل.
احتمال يشتغل تشيك انجن لان انت ما نظفت الجويتر، بما انه انت فصلت راس الباتري. فيفضل انه ننظف الجويتر اللي هو هذا الجويتر، ومنزلين طريقة تنظيفه احنا بالاتحاد، وننظف هذا الحساس ماب سنسور، ونربط راس الباتري وتشغل وماكو اي مشكلة ان شاء الله، ويرجع الصرف عندك طبيعي، ويرجع عندك الادوانس يصير بحالة انه انت حاط بنزين عادي فقط، ما يصير بحالة انه انت حاط بنزين محسن وتعاني من الادوانس. فارجو ان تكونوا استفاديتوا من الشرح اللي شرحته. اخوكم مصطفى المياحي، واتمنى انه اذا اكو معلومة غلط انا قلتها تصححوا لي اياها بالتعليق. والهدف من اي فيديو نشره بالاتحاد الفائدة للجميع مع ايصال المعلومة الصحيحة للاعضاء. تحياتي لكم.